احنا ياما غلطنا. الغلط اسمه ظلم ايا كان نوع. ظلمت عيالك ما ركزتش في تربيتهم، ظلمت في شغلك ما كنتش امين، ظلمت ربنا في حقه ما كنتش بتصلي بامانة، ظلمت في الفلوس ياما كلت من العشور والبكور، ظلمت في علاقاتك اتكلمت عن الناس في ظهرهم. ياما ظلمنا، فاحنا وكلاء ظلم كلنا. طب عاوزين ننقذ الموقف، لانه سيدي يأخذ مني الوكالة. اول انقاذ للموقف او اول استعداد تستعد بيه للقاء الهك ان تفهم معنى الوكالة. الراجل ده فضل يتحرك كل زمانه على انه صاحب الارض، مش كده؟ عمال يطيح في الناس وكأنه هو صاحب الشأن. فوجئ بعد سنين انه انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت حتة وكيل في الاول وفي الاخر، وانا عشان سايبك سنين طايح في الناس، تعالى هنا سلم العهد. هو ده اللي بيحصل معانا احنا، كمان ربنا سابنا سنين في الدنيا، اتهيأ لنا انا عمري ملكي وبيتي ملكي وصحتي ملكي وفلوسي ملكي وعيالي ملكي. انت الحقيقة ما تملكش حاجة. انت لما دخلت الدنيا كنت مفعوص قد كده، ما كنتش تملك حاجة. ربنا ائتمنك على حاجات وقال لك هطلبها منك، هسألك عليها. فأول استعداد مفيد جدا لينا الوكالة. تلاحظوا صلاة نص الليل الخدمة الثالثة، نقول من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده يعطيهم طعام. في نفس النص ده يقول المستعدين دخلوا، أو المستعدون هم اللي بيكافئهم في لفظة الاستعداد في لقا 12. يبقى فكر الاستعداد ماشي مع فكر الوكالة. اللي عايش فاهم الوكالة أكتر واحد يقدر يستعد. ليه؟ لأن الوكيل الناصح مستعد في أي لحظة يقدم حسابه. ربنا يخليه عندنا أمناء خدمة كتار أمناء يعني. فبقول لواحد فيهم ينفع أبقى أبص على الحسابات وكده؟ قال لي أنا في أي وقت تقول لي وريني أوريك على طول، أنا جاهز. ففكرني بالمعنى ده، مستعد في أي وقت، كل حاجة متسجلة ومكتوبة ومظبوطة. شغل مظبوط، يا بخته اللي عارف يعيش بأمانة ده. فاكتشاف معنى الوكالة يبدأ بحقيقة بننساها: أنا لا أملك شيء، لا أملك شيء، ولا عمري مملكوش، ولا الأيام، بدليل كلنا عارفين إن احنا داخلينها فاضيين وطالعين منها فاضيين، لكن احنا بننسى. فكن وكيلا يعني لا تكن مالكا. مالكا تبقى بتغش روحك، تبقى ظالم نفسك لو تصورت انك تملك، لكن خليك وكيل. تاني حقيقة هنا، لابد ان يأتي يوم الحساب. طالما وكيل لازم تسأل يوما، لازم. ودي قالها القديس بولس لانه عاش بالامانة دي. قال فليحسبنا الانسان كوكلاء اسرار الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يكون الانسان امينا. في كورنثوس 4 يقول كده، قال بصولنا على اننا وكلاء، وطبيعي الوكيل هيتسأل عن شغله. أريني حساب وكالتك، أو أعطي حساب وكالتك، قدم حساباتك، قدم كشوفك، تعال نتفاهم. يبقى فكرة إن في يوم حساب تخليك مستعد. أولا أنا وكيل، 2 هتحاسب، الحاجة مش ملكي هتسأل عليها. 3 فكرة، أنا هتحاسب على نظامه مش على مزاجي. يعني إيه؟ انا مش هقول له اصل انا قررت وعملت. يقول لي قررت ازاي؟ انا مش قايل لك تعمل ايه. هو انت بتمشي في حاجتي بمزاجك؟ انت وكيل، المفروض تعمل اللي انا اقوله، مش تعمل اللي انت شايفه. ودي مصيبة طبعا، لاننا غالبا بنمشي حياتنا وكل ما فيها بمزاجنا. ما بنرجعش لربنا نقول له هو انت تحبني يا رب العيال ازاي؟ لا معلش، خليك انت يا رب على جنب، دول عيالي. لا، ما انت مش فاهم حاجة. طب الفلوس يا رب تحبني اصرفها ازاي؟ لا فلوسي. انت مش فاهم حاجة. كان المفروض تسأل فلوس يا رب اعمل فيها ايه؟
العيال، الخدمة، الصحة، انت اللي موكلني عليهم. تاني نقطة مهمة، ماذا أفعل؟ اتكررت على فكرة مرتين. قال الأول قال الوكيل في نفسه ماذا أفعل، وفي نفسي دي تفكرنا الأسبوع ده عندنا إيه؟ يوم الحد رجع إلى نفسه. حكاية النفس دي أول ما ندخل فيها تلاقوا الحل. يعني لما الواحد يهدى كده ويفكر كويس يبتدي كل حاجة تتصلح. بس نهدى شوي. لما الابن الضال رجع لنفسه خد قرار صح، والراجل ده لما رجع لنفسه فكر صح لأول مرة، بقاله سنين بيفكر غلط. قال أعمل إيه؟ هو ده السؤال بتاعنا في المؤتمر. أعمل إيه دلوقتي لو الأسبوع ده هسافر السما؟ أعمل إيه لو كان اللي فاضل قليل؟ أعمل إيه وأصلح كل السنين اللي راحت؟ أعمل إيه عشان مش عاوز أروح جهنم؟ ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة ولا أستطيع أن أنقب، مش هعرف أعيش حياتي وأستحي أن أستعطي. يبقى تاني حكمة عملها الراجل ده إنه هدي وفكر، خد خلوة، قعد، قرر. الحركة دي منتهى الحكمة، وعشان كده بنترجاكم يا أحبائي خدوا خلوة، اهدوا، فكروا مع نفسكم، واجهوا نفسكم، ما تقعدوش تسمعوا بس، ما تسيبوش الأيام تسرقكم. القعدة الهادية هي مفتاح الحل دايما. وانت جوه القداس هادي أو قاعد لوحدك هادي، هتطلع فكرة تنقذ أبديتك، هتاخد قرار هيغير مسارك، وهو ده المطلوب، وهو ده أهم ما في الموضوع. هي دي الحكمة. لما تكتشف انك وكيل وغير امين، وكلنا يا جماعة غير امنا، خلينا نعترف بكده. مين هو الوكيل الامين الحكيم؟ كأنه لا يوجد يعني. طب ايه الحل؟ هنشوف الحل، حتى لو ما كنتش امين هنشوف لها حل. تاني حاجة، لما تقرر اوعى تأجل. والاتنين عملوا كده، وكيل الظلم بتاعنا دلوقتي والابن الضال بتاعنا. الابن الضال بقى يوم الحد ايه عمل حركة هايلة، قال اقوم الان، وقام على طول. ده لو قعد ساعة كمان كان خاب ونام وخلصت وباظت. وده لو قال طب أجل كانت سحبت منه العهدة ومعرفش ينقذ موقفه مع الفلاحين وباظت الحكاية. إنما أول ما خد القرار رفع التليفون، تعالى يا عم فلان عاوزك، تعالى يا فلان، تعالى يا فلان، تعالى يا فلان، بقوا طابور قدامه وهم كلهم متغاظين منه، إنما كل واحد طالع مبسوط منه.